السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أيمن خشوعي في تكملة لشرح IBM Maximo Enterprise Asset Management. هنعمل لوج اون للماكسيمو باستخدام الاي دي والباسورد بتاعنا. هنخش على الشاشة الرئيسية. هنتعلم النهاردة ازاي نعمل work order، نعمل create او initiate work order. دي الشاشة الرئيسية بتاعت الستارت سنتر. لو احنا فاتحين ورك اوردر قبل كده هنلاقي في ماي ريسنت ابلكيشن اللي هي الابلكيشن اللي انا فتحتها او اشتغلت فيها ماي ورك اوردر تراكنج اهو. وممكن من التاب بتاع ورك اوردر هنلاقي برضه ورك اوردر تراكنج. ممكن من المنيو بتاعت الماكسيمو لو دوسنا كليك كل الابلكيشن بتاعت الماكسيمو اللي هنشتغل بعض الحاجات اللي هنشتغل فيها ورك اوردر تراكنج برضه. من اي مكان من الاماكن ديت ممكن تختار الماكسيمو ورك اوردر وتشغله. مثلا من هنا كليك بيفتح لنا شاشة الورك اوردر اللي احنا اشتغلنا فيها في البحث في المحاضرات اللي فاتت. بندوس على ايقونة نيو، الايقونة دي موجودة هنا علامة الزائد جوه الدايرة الزرقاء، وموجودة برضو هنا نيو ورك اوردر على الشمال. هنا زي ما قلنا في الكومن اكشن، الحاجات اللي هي الشهيرة اللي انت بتستخدمها، وبقية الاكشن موجودة تحت هنا. هندوس على نيو هنلاقيه يعمل لنا ورك اوردر جنريت لرقم عشوائي تسلسلي في الخانة بتاعت الورك اوردر، وجاب لنا بقية الخانات فاضية استعدادا ان احنا نملاها بالبيانات المختلفة. جاب لنا الورك اوردر رقم 1732/1732 استعدادا ان احنا ندخل بيانات الورك اوردر. احنا هنشرح الحقول كلها او الخانات كلها، انما هندخل خانات محددة بس في الورك اوردر اللي هي اقل عدد من الخانات نقدر نسيف بيه بطريقة صحيحة والورك اوردر يبقى ماشي بطريقة صحيحة. قدامنا هنا خانة الورك اوردر، رقم الورك اوردر خلاص ده قلناه وشرحناه. الخانة اللي هنا دي الديسكريبشن، شرح تفصيلي للي انا عايز اعمله من خلال امر الشغل ده بحروف انجليزية، حروف لاتينية يعني انجليزية. بعد كده بنختار اللوكيشن، لو اللوكيشن ده جواه اسيت بيظهر لنا الاسيت مباشرة بمجرد اختيار اللوكيشن. الكونفيجريشن ايتم ديت خاصة بالسيستمز بتاعت الكمبيوتر. البيرنت كود ده الورك اوردر الرئيسي، لو انا عايز الورك اوردر بتاعي يبقى فرع من الورك اوردر الرئيسي ده او شغلانة فرعية منه. كلاسيفيكيشن بتاعت الورك اوردر ده في كذا حاجة هنفتحها ونشرحها. كلاس ديسكريبشن واللانش انتري نيم والريبير فاسيلتي والريبير فاسيلتي سايتس. الحاجات دي كلها اضافية مش هنحتاجها، مش هنضطر ان احنا نحتاجها نشرحها، مش هنضطر ان احنا نشرحها بالتفصيل. نيجي على جنب هنا بيبقى السايت بتاع الورك اوردرز او بتاع الماكسيمو، في كذا سايت ممكن في الشركة. الكلاس ورك اوردر، التايب نوع الورك اوردر تايب، والجيل اكونت. هنشرح الورك تايب دوت في رسمة بيانية كده بالتفصيل. الجيل اكونت التحميل الحسابي. الفيلر كلاس اللي هو الكود بتاع الانهيارات، لو كانت الاسيت ديت ليها اكواد انهيارات مسجلة عندنا البروبلم كود بيجي من الفيلر كلاس. دي بيانات خاصة بالمخزن مش هنضطر ان احنا نستعملها. والستيتس حالة الورك اوردر الحالية، هو بيطلع اول ما بنعمله جنريت او بنخلق الورك اوردر او بنكريته بيبقى يطلع ويتنج ابروف. تاريخ الكرياتة لسه دلوقتي زي ما احنا كريتنا 25/11 الساعة 1:16 AM. inherits status changes ديت لو هي معمولة تشيك كده يبقى اي تشايلد ورك اوردر يعني ورك اوردر فرعي اعمله من خلال الورك اوردر ده هيورث الستاتس بتاعته في حالة تغييرها. يعني انا لو عملت له ابروف التشايلد بتاعته تبقى تعمل لها ابروف برضه، او الورك اوردرز الفرعيه هتتعمل لها ابروف برضه. لو عملت له كلوز الورك اوردرز الفرعيه برضه هتعمل لها كلوز وهكذا. accepted changes ديت لو قبل ان انت اغير في التشايلد بتاعه التغييرات بتاعت البيرنت تتغير في الايه في التشايلد برضه. تاسك ديت لو الورك اوردر ده كان خطوه كان تاسك جوه جوب بلان، طبعا لسه بتبقى ديم.
لو عايز احط الورك اوردر اندر فلو كنترول، او اعلق الفلو كنترول، او احط في اي اكشن للفلو ده، او عايز اخد فلو اكشن اسيست مساعده. الجوب ديتيلز، الجزء بتاع الجوب ديتيلز هنا، الجوب بلان نيم، ولو الريفيجن لو لها اكتر من نسخه، البي ام نمبر، رقم البي ام، لو في سيفتي بلان بتتكتب الرقم بتاعها، لو في كونتراكت عقد معين الرقم بتاعه بيتكتب، لو في انسبكشن فورم اتاجد او ملحقه بالورك اوردر بحط الرقم بتاعها هنا. الانسبكشن ريزولت كانت النتيجه ايه بتاعت الانسبكشن. توتال ورك يونتس ممكن نحطها هنا برضو. البريوريتي يا اما اسيت او لوكيشن بريوريتي، او بريوريتي للورك اوردر نفسه. ممكن يبقى الاسيت ليه بريوريتي والورك اوردر ليه بريوريتي، يعني ايكويبمنت مهمه جدا بس انا رايح ادهنها، فيبقى الدهان ده مش مستعجلين عليه قوي. بريوريتي جاستيفيكيشن، لو انا عامل بريوريتي عاليه جدا يعني محتاج انفذ الشغلانه في اسرع وقت، بكتب الجاستيفيكيشن بتاعي هنا. والريسك اسسمنت، النمبر بتاع الريسك اسسمنت موجود هنا. الادرس انفورميشن ديت في حاله ان وجود اي عناوين بديله او تليفونات او او عنوان الشارع بتاع الشركه اللي انا بتعامل معاها، يبقى دي عناوين كلها بقدر احطها البيانات دي واحطها في الخانه الجزئيه دي. مالتيبل اسيت لوكيشنز، دي لو في حاله ان انا هنفذ الشغلانه على اكتر من لوكيشن بضيف اللوكيشن الجديد في نفس الورك اوردر. كان زمان الورك اوردر بيبقى فيه لوكيشن واحد، ضافوا الامكانيه ديت من فيرجن 7.1. دي سكيدولينج انفورميشن، تارجت ستارت امتى والاكشوال ستارت امتى، والتارجت فينيش امتى والاكشوال فينيش امتى، والسكيدول ستارت والسكيدول فينيش، كل دي التواريخ انا بحددها. ممكن احط جزء منها، ممكن اسيب الباقي، بس المهم ان انا احط التارجت ستارت ديت عشان يبقى لي سيف معايا. ستارت نو اريال زان، يعني ما ابتديش قبل يوم كذا، يعني لو انا حاطط في بلان عندي تاني في شغلانات تانية ماشيه معايا بالتوازي، ما ابتديش قبل شغلانه فلانيه وما انتهيش بعد اليوم الفلاني، ممكن احدده هنا. ده بيانات الفولو اب ورك اوردر. originating record class has follow up work order ولا لا. intertubal shift اسم مايلستون، ممكن تختارها او ما تختارهاش. واخر حاجه responsibility، مين اللي عامل الورك اوردر ده بالاي دي بتاعه، التاريخ بتاعه امتى، التليفون وبقيه البيانات بتاعته كلها، السوبرفايزر بتاعه، الكرو لو في كرو متعين عشان يشتغل، الورك جروب، الفندور، الكرو ورك جروب، الاونر جروب، السيرفيس جروب والسيرفيس، وهنتكلم عليها دي كلها في البلانز. فهنكتب هنا الديسكريبشن بتاع الورك اوردر. فلنفرض ان احنا مثلا عايزين نعمل ستارت ماكسيمو تريننج، هنعمل ماكسيمو تريننج باستخدام، يعني هنعمل ورك اوردر امر شغل اللي احنا هنبتدي ماكسيمو تريننج. طب الماكسيمو تريننج ده عايزينه فين؟ لما تحدد اللوكيشن بقى بتاعك بيطلع لك بعض اختيارات، يا اما سيلكت فاليو او اوبن دريل داون او كلاسيفيكيشن او اتريبيوت او جو تو لوكيشن. لو قلنا سيلكت فاليو هيطلع لنا لستة ب 232 لوكيشن. لو قلنا مثلا عايزين اوفيس، نعمل التدريب ده في اوفيس، جاب لنا كل الحاجات اللي فيها اوفيس. فنفرض مثلا احنا عايزين الاوفيس رقم 204 ده، فاخترنا اللوكيشن اوفيس 204، طلع لنا الاسيت اللي موجود جوه على طول ستاندرد ديسكتوب كمبيوتر، يعني في المكتب ده في ستاندرد ديسكتوب كمبيوتر. احنا كده مالينا الخانات اللي الناحيه دي، وجيل اكونت جابه لك مباشره، وفيلير كلاس جابه. يبقى احنا هنعمل ديسكريبشن. طيب حطينا الحاجات الاساسيه، هنبتدي امتى؟ السكيدولينج انفورميشن نختار احنا تارجت ستارت، المفروض احنا هنشتغل فيه مثلا يوم السبت.
واختار 30 واقول له اوكي، واقول له ان انا هخلص برضو الكورس هياخد يوم واحد، هخلص يوم 30 برضو. يبقى انا كده هخلص في نفس اليوم. بس لو هبتدي مثلا تارجت ستارت، انا هبتدي الساعة بقى نفسها الساعة 10 صباحا مثلا، 10 صباحا، واخلص الساعة 12. ساعتين هعمل فيهم الكورس ده. طلع لنا رسالة ايرور بقى ليه؟ The start date must be before the finish date. Click edit my value to change the value to you entered or go back to the value that we found. edit my value. يبقى هنا ده نخلي التاريخ بتاعه 12، ورجعوا هنا ده تاني ايه التاريخ بقى 1:16. ممكن نشيل التاريخ خالص، نشيل التايم خالص، ونبقى نحدد دلوقتي ساعتها في الاكشوال فينش، في الاكشوال ستارت والاكشوال فينش. يبقى كده عرفنا ازاي نحل مشكلة التاريخ اللي بتظهر عندنا هنا. لو الوقت فيه مشكلة تشيل التايم خالص وتخلي التاريخ بس اللي انت هتشتغل فيه. يبقى انت هتبتدي يوم 30/11 وهتخلص تارجت فينش يوم 30/11. نسيف كده الورك اوردر عن طريق الايقونة بتاعت السيف. يكتب لنا هنا بالاخضر ريكورد هاز بين سيفد، وكده يبقى سيفناه بطريقة صحيحة. عايز ان انا ارجع له تاني او هتابع فيه شغل او كده، احطه في البوك مارك من تحت من هنا كده، اقول له اد تو بوك ماركس، هيحطوا لي في البوك ماركس ريكورد هاز بين بوك مارك، ده هيحطوا لي في البوك مارك الخاصة بالورك اوردرز. لو طلعت بره في الليست وجبت بوك ماركس، هلاقي الورك اوردر اتحط اهوت عندي هنا ستارت ماكسيمو تريننج. يبقى دايما انا لو عايز اتابع فيه او اتابع فيه الشغل بتاعه اقدر اشوفه من هنا. نكتفي بالخطوات دي، وفي المحاضرة الجاية ان شاء الله هنشرح ازاي نكتب بقى الخطوات اللي احنا هنعملها في الورك اوردر، والماتيريالز اللي احنا هنحتاجها، والتولز والسيرفيس الى اخره. شكرا.